انا وانت وكل واحد له عين بيشوف بيها وله عقل بيعرف يميز ما بين الحق والباطل، هيعرف المشكلة اللي ما بين حسام حسن ومصطفى محمد، وليه حسام حسن متعنت مع مصطفى محمد. انا مش هقول لك لاعب بيجيب اهداف في الدوري الفرنسي ومن افضل مهاجمي العالم يقعد دكه الاحتياطي للاعب بيلعب في البنك الاهلي مش بينافس على اي بطولات محليه ولا له اي تاريخ في الكرة المحلية. مش هنتكلم على الكرة القارية خالص، احنا بنتكلم على المحلية. المستوى ده يقعد دكة احتياطي للمستوى ده قدام منتخب بيلعب كورة. الوحيد اللي راهن على منتخب بوركينا فاسو كان العبد لله في افريقيا اللي كانت في الكاميرون. قلت المنتخب ده هيكون له مستقبل كويس في كرة القدم لانهم بيطوروا نفسهم تكتيكيا ومنظومة الكورة عندهم مدير فني ولاعيبه. المدير الفني لمنتخب مصر بيسجد سجدة شكر للتعادل مع بوركينا فاسو. ناس هتقول لك احنا بنلعب على ملعبهم وسط جمهورهم، الكرة دلوقتي مش بتعتمد غير على التكتيك والفنيات. وعشان كده انا مش هدافع على مصطفى محمد واتكلم على مشكلة مصطفى محمد مع حسام حسن. مصر كلها وكل العالم عارف المشكلة اللي ما بين مصطفى محمد وحسام حسن. اركنا على جنب، خلينا في المباراة المهمة لمنتخب مصر تكتيكيا وفنيا. اداء منتخب مصر قدام اداء بوركينا فاسو. بس اللي اول مرة يشوفنا، دي صفحتي الجديدة يوسف العربي، مشجع زملكاوي بحلل كرة قدم وبدافع عن كيان نادي الزمالك في تحليلات الكورة. علشان اللي ما شافناش قبل كده مش بنعرف لون تيشيرت، احنا بنتكلم في حقائق التكتيك والتحليلات اللي حصلت بالظبط. ملناش دعوة بانتماءات. اللي مش عامل متابعة للصفحة يعمل متابعة ولايك وشير للفيديو، ومستني رأيكم عن الحلقة في التعليقات. في يوم مباراة مهمة لمنتخب مصر قدام بوركينا فاسو اللي المفروض هيتأهل من خلالها لكأس العالم، الإعلام كله بيمجد منتخب مصر. طبعا احنا معاه، وبيمجدوا الخطة بتاعته اللي هو حاططها. طبعا احنا ضده، احنا ضد أي حد بيسيء لسمعة منتخب مصر. احنا مع اسم مصر، اي حد يرفع اسم مصر احنا معاه. اي حد هيضيع هيبة منتخب مصر احنا ضده. علشان كده انا ضد حسام حسن، مش علشان خاطر مصطفى محمد، لا، علشان خاطر حسام حسن لا يليق بالادارة الفنية لمنتخب مصر. منتخب مصر بعراقته وبتاريخه الاكثر تتويج ببطولة افريقيا يلعب قدام بوركينا فاسو مش عارف ينقل الكورة. انتشار في الملعب تحت الصفر، التغطية الدفاعية زيرو في كل المراكز، مفيش هجوم، مفيش استحواذ على الكورة، مفيش نص ملعب. هل ده بسبب اداء اللعيبة، امكانيات اللعيبة، ولا المدير الفني؟ انت بتتكلم على لعيبة بتلعب بطولات قارية، وبتتكلم على لعيبة بتلعب بطولات عالمية زي محمد صلاح، يا عمر مرموش اللي خرج اصابة من بداية المباراة. واحنا هنتكلم على مصطفى محمد اللي نزل كام ثانية كده قلب المباراة لصالح منتخب مصر. بس المباراة بدأت لمنتخب مصر دقيقة واحدة بس، اما اللعيبه اتحررت من فكر حسام حسن كانت في الدقيقه 64، ولعبوا بالتكتيك والامكانيات بتاعتهم اللي تثبت ان منتخب مصر منتخب كبير بس مع مدير فني فاشل لا يفقه اي شيء في الاداره الفنيه. لعيبه منتخب مصر في الدقيقه 64 اتحرروا من فكر حسام حسن وبداوا يلعبوا بامكانياتهم هم، بداوا ينقلوا الكوره من التلت الدفاعي لمنتخب مصر لنص ملعب منتخب مصر للتلت الهجومي لمنتخب مصر، واحرزوا هدف، والهدف اتلغى بداعي الاوفسايد. دي امكانيات لعيبه منتخب مصر اللي في لحظه اتحرروا من فكر حسام حسن وبداوا يلعبوا هم بنفسهم في الملعب. منتخب مصر في اقل من دقيقه وكام نقله كده احرزوا هدف واتلغى بداعي الاوفسايد. حسام حسن يطلع قدام الكاميرا ويعمل الحركتين اللي احنا حفظناهم اللي هي ملهاش علاقه بالتدريب خالص. الاداره الفنيه مش ان انت تجرف من المنطقه المخصصه للمدير الفني وتقعد تشوح بايدك. الاداره الفنيه ان انت بتقرا المنافس، بتقرا خطه المنافس، بتقرا التحركات بتاعه المنافس، وبعد كده بتحط التكتيك بتاعك والخطه بتاعتك واسلوب الهجوم بتاعك علشان تطلع منتصر في المباراه. محمد هاني واحمد عيد الاثنين بيلعبوا باك رايت، الاثنين ما بيتميزوش غير في الباك رايت. احنا مش هنتكلم على امكانيات محمد هاني ان هو ما بيعرفش يغطي في التغطيه الدفاعيه ولا بيعرف يرفع اوفرات، وان رفع اوفرات ما بتطلعش عن الارض متر. احمد عيد نفس الكلام، بس دول شغلتهم في الملعب ووظيفتهم في الملعب اللي احنا عارفينها بيلعبوا باك رايت.
الاتنين يلعبوا في نفس المباراة ازاي، دي حاجة محدش يستوعبها غير حسام حسن واي حد بيدافع عن حسام حسن فقط. مفيش ولا كوره في الالتحامات الهوائيه جت لاسامه فيصل وكانت لصالحه، ولا كوره لصالحه. انت شغلتك لو مفيش كوره او مفيش فرصه جات لك في منطقه ال 18 ان انت تحرزها هدف، ان انت تغلس على خط الدفاع بتاع المنافس بتاعك. اسامه فيصل كان كيوت خالص، ما بيعرفش يعدي مان تو مان، ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش يبدا هجمات، ما بيعرفش يشوط، ما بيعرفش يعمل اي حاجه خالص غير ان هو يقعد مصطفى محمد دكه احتياط. ناس هتقول لك ما مصطفى محمد نزل وضيع كام كوره، فمصطفى محمد طبيعي ان هو يضيع الكور دي، رجليه لسه ما خدتش على الملعب، لسه اللياقه البدنيه بتاعته ما حضرتش، فطبيعي في 5 دقائق يعمل لك هجمتين 3، فانت مقعده دكه احتياط. اللاعب الالتحامات الهوائيه بتاعته 0، المراوغات بتاعته 0، الشوط على المرمى بتاعته 0، الكرة بالهيد 0، الكرة بأي تحركات في المنطقة 0. يبقى أنت مالكش علاقة بالإدارة الفنية وبتلعب لعيبة على حسب أهواء النادي الأهلي.